السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا والله، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، يا احلى واجمل عيلة في الدنيا. ربنا يخليكم ويسعد ايامكم، وشكرا على كلامكم الجميل اللي انتوا بتكتبوهولي ودعواتكم الحلوة. ربنا يجازيكم بالمثل يا رب ان شاء الله، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله احنا مع بعض في قناة اوريجينال للاكسسوارات هنعمل كوليه بفكرة حلوة. اتمنى ان الكوليه النهاردة يعجبكم. بس لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا واول مرة تتابعونا، ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا كل الفيديوهات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو. اتمنى يا حبايب قلبي بجد ما تنسوش اللايك، لان اللايك زي ما قلت لكم هو اللي بيرفع الفيديو. وبجد يعني ما تتصوروش احنا بنتعب قد ايه، او انا بتعب قد ايه مثلا عشان اعرف اجهز الفيديو زي ده. اتمنى ان شاء الله النهارده يعني ان انا اكون دايما عند حسن ظنكم، واقدم لكم ان شاء الله الاحسن والاحسن باذن الله. في البداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ نتكلم ونقول ايه هي الخامات اللي معانا. النهاردة احنا هنشتغل بالثلاث زراديات بتاعتنا، المبططة وام كيرف والمبرومة ديت، عشان دي المبرومة اهي، عشان النهاردة عندنا شغل مسامير. كمان هنحتاج الصافة بتاعتنا عشان هنقص بيها سلسلة. هنحتاج بقى الشغل بتاعنا النهاردة هنعمله من الحجر الجيري اللون الموف دوت، مقاس 8، ده حجر الجيري. كمان هنحتاج سلسلة كده، انا عاملة السلسلة بتاعتي 40 سنتي. طبعا احنا هنعمل شغل بس انا عاملة السلسلة 40. لو انت عايزة تطولي 40 سنتي طبعا هيبقى معاكي حسب الكوليه. يعني انت حابة الكوليه يبقى اطول من كده هتعملي السلسلة اطول، لا حابة الكوليه يبقى اقصر هتعملي السلسلة اقصر. دي سلسلة كوليهات اهي، السلسلة العريضة دي 40 سنتي اهي دي. كمان هنحتاج مواسير زي دي كده، دي مواسير اهي فتحتين كده اهو، شايفين الفتحة الناحية دي وفتحة الناحية التانية اهي كده. دي انا جايباها من عند اولاد رشاد. تمام. طبعا اكيد في حاجات، يعني لو حد مثلا من حتة تاني او حاجة ومش عارف يروح هناك، اكيد في حاجات زي كده بردك مقربل كده بفتحتين كده احنا هنعوزها. يعني مواسير قريبة من الشكل دوت، قطعة كده من المعدن بتاعت الكوليهات اهي زي دي كده. اي بقى شكل متوافر عندك شغال في الموديل ده. سلسلة تطويل بردك من نفس نوع السلسلة، حوالي 5-6 سنتي من السلسلة. هنحتاج دلايات معدن كده، طبعا ده شكل النجمة. انت بقى المتوافر عندك كوين، عندك اي حاجة، اي قطعة معدن عندك، اي شكل متوافر هينفع في الموديل بتاعنا. بس المهم ان هي ما تبقاش قطع كبيرة، يعني الكوينز اللي هي مش كبيرة هتنفع يعني. وهنبصوا بقى دي فواصل اللي هي مسترسات اللي هي بتبقى بالجرام، في منها بتبقى بالقطعة. هنحتاج 2 منها اهي، استرسات كده طبعا واضحة ليكوا كده اهي، طبعا واضحة كده. هنحتاج منها 2 اهم، هنحتاج قطعتين. وهنحتاج زرط اكبر، يعني مقاس كبير شوية، مقاس 12 كده او حاجة. هنحتاج 4 زرادات. وهنحتاج قفل، ده قفل عادي، وزرد مقاس 6. بس اهم حاجة الزرد بتاعك يكون محمل. طبعا انا ما لقيتش الا الزرد محمل مفتوح فجبته، ده زرد محمل مقاس 6. يعني انا هحتاج 4 بس زرد عادي مقاس كبير 12، وزرد مقاس 6 طبعا شوية عشان الشغل هيبقى معظمه بيه. ومسمار كده 2 سنتي مسمار مفتوح، ومسمار 1 سنتي ومسمار مقفول كده اللي هو ابو راس ده كده. ومسمارين مفتوحين كده 2 بس، مقاس اكبر شوية يعني حوالي 4 سنتي اهو. مسمار مفتوح دوت اهو كده 2 بس، 4 سنتي المسمار. نبدأ بقى ان شاء الله الشغل. بس قبل ما نبدأ الشغل نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام كده في كومنت حلو، دعوة حلوة ليا كده، ولايك من ايديكم الحلوة. اول حاجة هنجيب المسمار بتاعنا
الطويل، بتأكد ان الناحية دي مقفولة، بقفلها زيادة. وهعمل ايه؟ هجيب الاول الخرزة بتاعتي كده اهي، وهجيب الفاصل بتاعي اللي انا قلت عليه اللي هو ابو استرسات دوت، والخرزة التانية هيتحطوا الاتنين بالمنظر ده كده، والفاصل في النص. طبعا المسمار ده طويل سنة بس سيكة كده. هنعمل ايه؟ بس هنروح قصين كده حتة منه، مش كتير يعني، قطع كده صغيرة قد مثلا يعني حتة كده بتاع 4 مللي، بحيث اللي يبقى في باقي على قد تانية المسمار بتاعنا. وهنتني المسمار كده ونرجع نلف، نقفل على الخرزة بتاعتنا اهو. وهنعمل المسمار التاني بنفس الطريقة برضك، بنتأكد ان القفلة بتاعته مقفولة حلو. وبعد كده هنجيب خرزة برضك كده اهو، والفاصل التاني، وخرزة برضك تانية كده اهو. وزي ما قلنا برضك هنقص الزيادة ونسيب على قد التانية بس بتاعتنا، ونلف نتني المسمار كده ونرجع نلفه كده. وتتأكدي ان انتي قفلتي المسمار بتاعك حلو كده. بصوا بقى، لازم يعني بصوا ده مش مرتاح شوية الشغل فيه. انا عايزة اقفله بحيث انا عايزة الشغل يبقى حلو ماسك كده على الاسترس، ما يروحش ويجي معاكي. هنعمل بقى ايه؟ هنجيب بردك المسمار المقفول بردك، وهنعمل كده اهو. هناخد بردك خرزة تاني، نتني المسمار كده ونرجع نلفه كده اهو، نقفل المسمار بتاعنا بنفس الطريقة اهو. هجيب بردك خرزة تاني والمسمار اهو، ونقفل المسمار بتاعنا اهو كده. ده بالنسبة للمسمار المقفول بتاعنا. هنجيب بردك المسمار، انا دلوقتي احنا شغالين كله شغل المسامير، احنا لسه هنعمل الشغل بتاعنا الاساسي، بس انا بجهز الشغل بتاعي في المسامير اهو. هنجيب بردك واحدة تاني كده خرزة بالمسمار بقى اني المفتوح، وهنتني المسمار ده طويل كده سنة، فيه هنقص منه حتة كده اهو، وهنخلي بس على قد التانية بتاعتنا. تمام اهو. هنجيب مسمار تاني، ولازم تكوني متأكدة ان الناحية دي بردك مقفولة حلو، الناحية دي مقفولة حلو كده بتقفليها. وهنجيب واحد تاني وهنعمل كده وهنتنيه، وهنقص بردك الزيادة، هنسيب على قد التانية بس كده، ونروح حاطين الزرادية بتاعتنا كده اهو، ولفين المسمار كده، ونتأكد انه مقفول بان احنا نضغط على اخره كده. هنجيب واحدة تاني اهو، مسمار تاني كده، وهندخل بردك في الخرزة. هنتني المسمار بتاعنا، وزي بردك ما بتعودنا هنقص القطعة، بتبقى حوالي 2 مللي 3 مللي، لان مش هتلاقي مسمار بالظبط يعني على قد الخرزة. وهنعمل كده ونلف المسمار، مش هنقفل المسمار اهو. بصوا المسمار بتاعنا، بصوا المسمار بتاعنا اهو مش مقفول، شايفينه مفتوح. ليه؟ عشان انا هجيب الخرزة التانية دي كده وهدخل ده كده في ده كده، الخرزتين اللي هما بالمسمار المفتوح، مش اللي بالمسمار المقفول. اللي بالمسمار المقفول اهي لوحدها ما عملتش فيها حاجة، سايباها. لكن اللي بالمسمار احنا مفتوح، واحدة سيبناها كده والتانية شبكنا 2 في بعض بالطريقة دي كده.
خلاص. يعني انا بقى عندي 2 مشبوكين اهو في بعض، وواحدة مش مشبوكة في بعض، مش مشبوكة في حاجة. ده بالمسمار المفتوح، و2 بمسمار مقفول كده هم مش مشبوكين برضك، مش هشبكهم في حاجة. هنعمل بقى من الاتنين دول واحدة تاني، يعني هنعمل 2 تاني شابكين في بعض، ومن دي هنعمل واحدة تاني. احنا عملنا هم تاني، يعني بقى عندنا 2 شابكين في بعض كده هم، كام منها قطعتين اهم. تمام. ومن اللي هي لوحديها قطعتين اهو. تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الزراديتين بتوعنا، وهنجيب الزرد بتاعنا كده اهو، وهنعمل ايه؟ هنجيب القطعة الكبيرة المعدن بتاعتنا، وهندخل الزردة فيها كده من هنا اهو. هندخل الزردة بتاعتنا من هنا كده، وهجيب الخرزة اللي هي واحدة بس، اللي هي هنجيب الخرزتين اللي هما الاتنين في بعض. تمام كده. وهندخلهم فيهم، ندخل في واحدة اهي كده، ونقفل الزردة بتاعتنا اهو. قفلنا الزردة بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الزردة الكبيرة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها المقاس ال12 الكبير، وهندخلها كده من هنا، وهجيب الخرزة اللي هي فيها استرس كده او فيها فاصل كده، وهروح عاملاها فيها كده. تمام. ونقفل الزردة بتاعتنا بالشكل ده. انا ليه عامله الزردة كبيرة كده؟ بصوا عامله منظر حلو فيها ازاي. انا اللي قصده اعمل الحركة دي، يعني انا اللي قصده يبقى الزرد كده يعمل منظر في الكوليه بتاعي. هاجي الناحية التانية كده، وهدخل الزردة التانية، والخرزة بقى اللي هي مفتوحة بمسمار مفتوح من ناحيتين كده، هدخلها الناحية التانية. هيبقى ماشي معايا بالمنظر ده كده الكوليه بتاعي من هنا. تمام. هنعمل الجزء الناحية التانية بنفس الطريقة. القطعة بتاعتي اهي بقت من الناحية دي زي الناحية دي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الزردة بتاعتي بردك مقاس 6 كده اهو. احنا لسه في شغل عندنا في الكوليه من تحت. هنجيب الزردة بتاعتنا كده، وهجيب السلسلة بتاعتي، القطعة اللي انا السلسلة بتاعتي بقى. طبعا انا بقولت لكم 40 سنتي، هفهمكم ليه بقى دلوقتي. انا هقول لكم انا قلت 40 طبعا، وقلت لكم انتوا هندخل السلسلة الاول في الزردة كده، وبعد كده هوريكم احنا قلنا ليه 40. بصوا بقى، دخلناها الناحية دي اهي في الشغل من الناحية دي، وهجيب زردة وهدخلها في الناحية التانية، الطرف التاني للسلسلة بتاعتي اهي كده اهو. انا بقى ليه قلت 40 سنتي؟ هقول لكم. لان احنا عاملين شغل هنا، الشغل اللي هنا بالزرد اللي فيه 10 سنتي، والشغل اللي الناحيه دي بردك زيه 10 سنتي، فعملت السلسله طولها 40 سنتي عشان انا عايزه الكوليه ده يبقى طوله 60 سنتي. طب انت عايزه الكوليه 70 سنتي، يبقى قص السلسله دي طولها قد ايه؟ قصيها مثلا 50 سنتي. عايزه طولها لا اقل من كده، عايزه الكوليه طوله 50 سنتي. انتوا فاهمين؟ يعني انت قللي السلسله وطوليها ال 40 سنتي بتوعك، العبي فيهم حسب طول الكوليه. الكوليه بقى بتاعي اهو كده، والسلسله من الناحيه دي اهي. هنجيب السلسله بتاعتي كده اهو، الناحيه دي هتبقى قد الناحيه دي، وهاجي من النص هنا كده وهقص، هقسم السلسله بتاعتي اهو كده. قسمنا السلسله بتاعتنا كده، بقى كل طرف في ناحيه. هنيجي في طرف منهم كده، هنجيب الزردة بتاعتنا وهنركب فيه سلسلة التطويل. تمام. اهي سلسلة التطويل فيه. طبعا سلسلة التطويل دي بتاعتك، عايزة تطوليها شوية 6 سنتي 7 سنتي، يعني انت مثلا عاملة الكوليه قصير، عايزة تطولي بقى سلسلة التطويل بحيث العميل مثلا لو عايزة الكوليه طويل بتاعتك، يعني لو انت مش عايزة تعملي السلسلة بتاعته 40 سنتي، فاهمين قصدي؟ يعني مش عايزة تعمليها طويل وعايزة تعمليه قصير، ممكن تطولي سنة في سلسلة التطويل بتاعتك. هاجي في الطرف التاني وهنركب القفل بتاعنا كده. تمام. وهنقفل الزردة بتاعتنا برضه.
ده الجزء الاول في الكوليه. طبعا بقى هنبدأ بقى الشغل اللي تحت، وهنجيب المسمار المفتوح وهنعمل كده، وهنتني بردك المسمار وهنقص القطع اللي هي الزيادة ونسيب بس على قد التانية بتاعتنا، ونلف المسمار كده. احنا بنعمل كده عشان بردك اللي ما يعرفوش اهو، وبنقفل المسمار بتاعنا. تمام اهو قفلنا المسمار بتاعنا، عملناها كده. هنعمل كذا واحدة بنفس الطريقة. عملنا 10 على مسمار مفتوح كده بنفس الطريقة زي ما وريتكم. هنعمل ايه بقى كده؟ هنجيب بقى الزرط بتاعنا، تمام اهو كده، وهاجي هنا كده في اول حلقة في السلسلة الكوليه بتاعي، العليقة بتاعت الكوليه بتاعي المعدن، وهدخل الزردة بتاعتي فيها كده، وهاخد الخرزة بتاعتي اللي انا عملتها بمسمار مفتوح بالطريقة دي كده، وهنقفل الزردة. تمام اهي. هجيب بردك المسمار الزردة بتاعتي اهي، وهسيب فتحة وهروح للفتحة اللي وراها كده، سيب فتحة واروح للفتحة اللي وراها، وهعلق خرزة تاني كده. هنفضل شغالين بنفس الطريقة دي لحد ما هنملى الفتحات دي كلها. هنمشي على فتحة ونسيب فتحة. ملينا كل الفتحات كده بالمنظر ده كده، مشينا على فتحة وسيبنا فتحة لحد ما جينا في النص كده اهو، يعني هنا علقنا 5 وهنا تعلق 5. طب جينا هنا في النص بقى في فتحتين، هوريكم هنعمل فيهم ايه. لو انا حطيت واحدة هنا طبعا هتلزق في دي، ولو حطيت واحدة هنا وسبت هتلزق في دي، فانا عملت 5 الناحية دي و5 الناحية دي، وسيبنا هنا فتحتين. طب لو انا الكوليه بتاعي مثلا القطعة بتاعتي الفتحات مظبوطة مفيش الاتنين دول، هقول لكم يعني انا الموديل ده انا جايباه عشان انا وهوريكم انا هعمل ايه بقى في الفتحتين دول. يعني انا هوريكم انا ليه قصده ان انا يبقى في فتحتين في النص كده، هوريكم. هنجيب بقى الزردة بتاعتي كده اهو وهنفتحها. هجيب الماسورة بتاعتي دي كده اللي انا قلت عليها وهدخلها فيها اهي، دخلتها من الناحية دي، وهاجي في اللي هي الفتحتين دول كده وهعلقها فيها كده. تمام، وهنقفل الزردة بتاعتي خلاص كده. وهنيجي الناحية التانية، نيجي في الفتحة التانية كده اهو، وهندخل بردك الزردة بتاعتي اهي، نيجي في الناحية التانية وندخل الزردة بتاعتنا فيها، وهنجيب الماسورة بتاعتي وهدخلها فيها كده، ونقفل الزردة بتاعتنا اهو بالمنظر ده. تمام كده، علقنا الماسورتين كده في النص اهو، وقفلنا الزراد بتاعنا. هنيجي في الماسورتين دول من تحت كنا احنا عاملين خرزتين كده بمسمار مقفول. تمام كده، هنجيب خرزتين كده اهو اللي انا قلت عليهم ام مسمار مقفول. هاجي في الفتحة بتاعتي دي من تحت كده وهعمل كده، وهدخل الزردة بتاعتي في الفتحة بتاعتي دي كده اهي فيها من الناحية دي، وهندخل الزردة بتاعتنا فيها كده، دخلنا فيها الزردة بتاعتنا كده، ونقفل الزردة بتاعتنا. واجي في التانية واعمل نفس الوضع كده، بقى عندي الاتنين في النص بالمنظر ده كده. تمام، هنيجي بقى هنا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الزردة بتاعتنا، هنجيب الزردة بتاعتنا كده، وهجيب الماسورة بتاعتي اهي وهدخلها فيها كده، وهاجي في الخرز من تحت كده في المسمار الناحية التانية وهدخلها فيها كده اهي، ونقفل ونقفل الزردة بتاعتنا.
تمام كده اهي. بصوا علقناها فيها كده بالمنظر ده. هعمل واحدة تاني برضك معاكم. هنجيب الزردة بتاعتنا ونجيب الماسورة بتاعتنا كده اهي ونحطها فيها، ونيجي في الخرزة اللي وراها برضك في مسمار مفتوح كده وندخلها فيها ونقفل الزردة بتاعتنا. لازم تتأكدي ان انت قافلة الزردة حلو. بقت بالمنظر ده كده اهو. طبعا هعلق في كل الخرز اللي تحت ده اللي هو في المسمار المفتوح كله من تحت، تمام، وهوريهولكم المنظر بتاعنا ده كده. طب هيجي حد من حبايبي يقول لي طب انا ما عنديش الماسوره دي وما عنديش حاجه. هقول لها ما تقفيش يا حبيبتي وما توقفيش الشغل بتاعك. هنعمل ايه؟ هنجيب الماسوره اللي هي كده، عارفينها الماسوره اللي هي ام نص جنيه ديت اهي، اللي فيها شغل ليزر دي كده، وهنجيب مسمار مفتوح طويل شويه كده. دي برضك عشان حبايبي اللي عايزين يعملوا الموديل بتاعنا ما يوقفوش شغلهم. هندخل المسمار بتاعنا كده في الماسوره، تمام، هنزقه فيها كده اهو، تمام كده. وهنيجي هنا كده وهنقص ونسيب على قد التانية بس اهو. وهنتني المسمار بتاعنا تمام كده اهو. بقى عندك ماسورة اهي تاني اهي، ماسورة ما تفرقش عن الماسورة بتاعتي اهي، هحطها لك. هي الفرق بينها حجم بسيط، سنة صغيرة يعني، مش اللي هتبقى في الموديل حلوة بتاعتنا، تمام، ما فرقتش اهي. بس عشان لو حد من حبايبي انا مش عايزة حد يقول طب انا ما عنديش حاجة وانا عايزة اعمل الموديل دوت، طب اعمل ايه اهي. دي الفكرة التانية اللي انت ينفع تعمليها بديل الماسورة بتاعتي دي. هنيجي بقى هنا في الشغل اللي انا عاملاه ده كده من تحت اهي، المواسير بتاعتي دي فيها تحت فتحة دي بقى فيها كده. وهنعمل ايه؟ هنفتح الزرد بتاعنا، هنجيب الزرد بتاعنا كده وهنعلقه فيها كده. وهندخل الزردة في الفتحة التانية فيها كده اهي، وهنعلق فيها اللعبة بتاعتنا. دي برضك الماسورة اللي بعدها كده اهي، وهاجي في الفتحة اللي تحت كده وهدخل الزردة بتاعتي كده، وهجيب قطعة اللعبة المعدن بتاعتي اللي انا قلت عليها شكل النجمة وهدخلها فيها كده واقفل الزردة بتاعتي اهي كده. قفلنا الزردة بتاعتنا. هنعمل ايه؟ بصوا بقى شكلها حلو ازاي. هنعلق بقى في كل الدلايات اللي هي ماسورة تحت دي كده، هنعلق فيها كلها من تحت النجمة كده زيها كده. الموديل بتاعنا اهو. بصوا بعد ما خلصنا المواسير عاملة شكل تحفة بجد، شكل النجوم تحت شكله وهمي بجد جميل اهو. بقى لو حد من حبايبي عايز ياخد سكرين شوت للموديل في النهاية كده. الخرز يعني هو الخرزة بتاعته موف، بس للأسف الإضاءة معرفش مش موضحاها ليه بجد والله الكاميرا ظلماه جدا. بصوا الماسورة عاملة منظر جميل مع النجوم تحت طبعا، وبقية الشغل بتاعنا اهو كده اهو. وزي ما قلتلكوا حبايبي ما توقفوش شغلكوا على حاجة بديل الموديل بتاعنا في المواسير. الماسورة بتاعتنا دي كده تمام، يعني الماسورة بتاعتنا دي بمسمار طويل شوية واعملوها واشتغلوا نفس الموديل، ما توقفوش نفسكوا على حاجة. والاتنين تحت هم بمسمار، الخرستين اللي هما بمسمار مقفول. اتمنى ان الموديل بتاعنا النهاردة يعجبكم وتنفذوه ان شاء الله. ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.